السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي وحبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض كفتة الفراخ بالخضار بطريقة سهلة جدا جدا، يا رب تكون سهلة عليكم. قدمناها مع بعض بطريقتين بالشكل ده، ونشوف انهي طريقة افضل بالنسبة لنا ونعملها براحتنا. ممكن نعمل الطريقتين زي ما انا عاملة كده، وممكن تعملي طريقة واحدة. يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله وجربوها. ندخل مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. ونبتدي كده حبايبي نشوف مع بعض هنعمل المكونات بتاعتنا ازاي. انا عندي هنا صدر فرخه متقطع حاطاه في الكبه عشان افرمه، وضايفه عليه بس فص ثوم كبير. عندي ده فلفل حراق وبارد واصفر واحمر، تشكيله فلفل مشكله على بعض. لو مش بتحبي الخلطه بتاعتك سبايسي ما تحطيش الفلفل الحراق خالص. عندي دي بطاطسايه كبيره مسلوقه ومهروسه، بصلايه صغيره جدا عايزه يا دوب بس تدي طعم معايا في الخلطه دي. هنا عودين بقدونس صغيرين، اي خضره متوفره عندك، انا ما عنديش بصراحه غير بقدونس. حته جنزبيل فريش صغيره مبشوره، نص جزريه مبشوره برضو حسب الكميه اللي انت عاملاها. عندي ملح وفلفل اسود ومكعب مرق الدجاج وبصل بودر وتوم بودر ورشه كاري. المتوفر عندك في البهارات اللي انت بتحبيها حطيها. بس هوريكم بقى ندمج المكونات دي كلها على بعض ازاي ونرجع نكمل مع بعض. وكده خلاص انا فرمت الفراخ بتاعتي كده بالشكل ده، نعمتها خالص. لو انت حابه تضيفي لها في المرحله دي شويه دهون دهنه او ليا او اي حاجه انت حباها ضيفي، مش حابه خلاص. بس هي الصراحه بتخلي طعمها حلو وبتخليها متماسكه معايا. تمام كده هضربهم بس مع بعض وارجع لكم هنعمل. وكده خلاص الفراخ بتاعتي كده نعمت بالشكل ده، شايفين شكلها كده عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحه الثوم مع الفراخ روعه. هنضيف عليها البصليه بتاعتنا كده بالطريقه دي. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تستغني خالص عن الخطوه بتاعه البصلايه دي لو انت حابه تضيفي توابل، بس مفيش مشكله. بس بصراحه انا شايفاها بتدي ريحه حلوه جدا معايا. واضيف عليها بقى الخضار بتاعي، الجزر والخضره والجنزبيل، مش عارفه اجمع معلش. طريقتها سهله جدا جدا لان كل المكونات على بعض. محطش طبعا كله مره واحده، لو انا فضل عندي كميه مش هتزعلني هشيلها في الفريزر. هدمج بقى كل ده مع بعض، وفي الاخر هضيف عليها البطاطس. وكده دمجت الفراخ بالخضار بتاعي بالشكل ده. عايزه بس اقول لكم على حاجه، احنا ممكن نعمل طريقتين من الفراخ دي. انا ممكن اعمل دي حشوه، وممكن اعملها هي طبقه خارجيه واحط في النص البطاطس، او العكس اخلي البطاطس من بره والحشوه في النص. طبعا دي حاجه ترجع لحسب رغبتك. انا بصراحه النهارده عشان مستعجله هعمل كله على بعضه مره واحده. وبرضه اقول لكم التسويه بتاعتها طريقتين، ممكن تقليها في الطاسه في الزيت بالفيجيتار والدقيق والبيض والحاجات دي، زي طبعا التغليفه زي ما انت عايزه. او ممكن تعمليها كفته وتحطيها في الفرن زي الكفته بتاعت اللي احنا عملناهم مع بعض قبل كده. طريقتها سهله جدا، يا رب تكون سهله عليكم. لو وصلنا للمقطع ده ما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل الاشعارات ان شاء الله. بس برضه حابه اشكر كل حبايبي اللي وقفوا جنبي وفعلا دعموني. متشكره لكم جدا جدا، كلنا بنكبر مع بعض ببعض. متشكره قوي قوي على الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها، بجد بتفرحوني جدا بيها. عشان ما اطولش عليكم هنكمل بقى الكفته بتاعتي كده بالطريقه دي. هقلب كله على بعضه كده وارجع اوريها لكم. وكده خلاص قلبنا البطاطس بالفراخ بتاعتنا بالشكل ده. بص انا عايزه اقول لكم، بص هي كده هنعملها كور زي كده. انا حطيت بس حبه الفلفل الصغيرين اللي فاضلين معايا، الصراحه ضفتهم لقيت عشان يبقى الوانها حلو يعني. بص بتتعمل كده بالطريقه دي، او ممكن تعمليها صوابع كده بالشكل ده. وزي ما قلت لكم حابه تسويها في الفرن، حابه تسويها في الزيت، زي ما انت حابه. سهله جدا، يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. هسيبها بس تتماسك معايا شويه كده، عشان طبعا لسه طريه البطاطس لسه طريه. هسيبها تتماسك معايا شويه عشان اعرف اشكلها ونرجع نشوف شكلها. ونشوف كده حبايبي هنعمل ايه جنب الكفته بتاعتنا. انا عندي دي بصلايه مقطعاها حتت صغيره وحاطه عليها قرن فلفل حراق، وحاطه فيها شويه زيت بس هدبلها شويه على النار تاخد لون ذهبي معايا. نكون مجهزين الطماطم بتاعتنا. انا هضرب الطماطم بتاعتي في الخلاط وهضيف عليها فص ثوم كبير بس، مفيش اكتر من كده، وشويه ميه صغيرين اضربها بيه. بس هنحمر البصله مع بعض ونرجع نشوف شكلها. وكده البصله بتاعتي بدات تدبل معايا بالشكل ده، بتاخد اللون الذهبي الفاتح خالص. هبتدي اضيف الطماطم بتاعتي. بسم الله. كده بالشكل ده بس، واغطي عليها واسيبها تتسبك ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. وكده حبايبي خلاص انا خلصت الكفته بتاعتي كده بالشكل ده، شايفين الالوان بتاعتها روعه ازاي. هسيبها بقى عندي تتماسك في التلاجة شويه عشان اقدر اقليها واحمرها زي ما انا عايزه عشان ما تفكش معايا. عايزه بس اقول لكم على حاجه، التليفون كان فصل مني. انا ضفت هنا معلقه فيجيتار بودر، فيجيتار عادي الحراق او بارد زي ما انت حابه، او معلقه بقسماط زي ما انت عايزه. وحطيت حوالي ربع معلقه بيكنج باودر. بس هسيبها تتماسك معايا شويه ونرجع نشوف هنكملها نعملها ازاي. تابعوني بس عشان احنا هنعمل مع بعض كذا طريقه تعجبكم ان شاء الله. وكده حبايبي خلاص الصلصه بتاعتي كده خلصت بالشكل ده، خلاص بدات تتسبك معايا. انا مش محتاجاها تكون ناشفه قوي، انا هزودها كمان شويه ميه بس كده بالطريقه دي. هضيف بقى الملح بتاعي، كميه الملح اللي انا هضيفها على المكرونه. احنا عملنا المكرونه دي مع بعض قبل كده بس بطريقه مختلفه شويه. هضيف هنا مكعب زبده بس،
كنا عملناها قبل كده مع بعض بطريقه مختلفه شويه. حطينا بصل ني في قلب المكرونه، وحطينا فلفل الوان مشكل وحراق. كانت الطريقه حلوه جدا. المره دي حبيت اعملها لكم بطريقه مختلفه شويه عشان يبقى في تغيير. بس هدوب كل المكونات دي مع بعضها وارجع لكم. وهنضيف عليها هنا كمان رشه سكر كده عشان تعادل الحموضه كده بالشكل ده. وهنضيف هنا معانا مكعب مرق الدجاج بالشكل ده. هنضيف حوالي كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه حسب الكميه اللي انت حباها. انا محتاجاها تكون الصلصه بتاعتي تكون طريه شويه عشان تدي طعم حلو، مش عايزاها تبقى تقيله وسميكه كده. بس اغليها بقى كده، اعلي النار عليها اغليها واضيف عليها بعد كده. ونشوف كده حبايبي هنجهز الغلاف بتاعنا ازاي. انا عندي هنا كورن فليكس وبقسماط وفيجيتار. طبعا الحاجه اللي انتوا حابينها حطوها، عايزه تحطي بقسماط بس، فيجيتار بس، دقيق، اللي انت حباه اعمليه. انا عندي هنا حوالي نص كوبايه لبن، طبعا حسب الكميه انت تعمليها. هنعمل عليها بيضه كده بالمنظر ده، نكسر عليها بيضه كده. هنضيف عليها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كاري برضو. عايزه اقول لكم يا جماعه الكاري ده بيخلي طعم الاكل حاجه مختلفه خالص. هضرب بس المكونات دي وارجع لكم. كده خلاص دمجنا البيض بتاعنا مع اللبن بالتوابل بالشكل ده. هنشوف بقى نعمل مع بعض ايه. هنقلب كل المكونات كده مع بعضها بالطريقه دي. زي ما قلت لكم التتبيله او الغلاف اللي انت حابه تعمليه اعمليه براحتك. بس احنا طبعا سيبنا الفراخ بتاعتنا تتماسك في التلاجة شويه، نرجع نكملها. ممكن اضيف على البيضه بتاعتي كده رشه توم باودر او بصل باودر، بتديها ريحه حلوه على فكره كده بالشكل ده. هنشوف هنعمل المكرونه بتاعتنا ازاي. انا دهنت هنا زبده صغيره خالص في الصينيه بتاعتي. على فكره ممكن ما نعملش الخطوه دي، بس انا بصراحه حابه تبقى عامله طبقه حلوه من تحت. كل اللي هعمله اضيف المكرونه بتاعتي كده نيه. معلش بعتذر على الصوت، بس انا عشان اوريكم ان هي نيه اصلا مش فيها حاجه. بس هاخد الصلصه بتاعتي كده بالشكل ده، هضيفها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصلصه احنا محدقينها ومظبطينها وكله تمام كده بالشكل ده. طبعا جنبي شويه ميه مغليين احتياطي عشان لو انا احتجت ازود هزود. طبعا انا كده كده محتاجه اغطي الكميه بتاعتي، هزود كمان شويه ميه مغليه. لازم اغطي المكرونه بتاعتي عشان تستوي حلو. وكده خلاص غطينا المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده بالطريقه دي. بس يا دوب تتغطى بميه، اولع عليها بقى واغطيها واسيبها على النار تستوي براحتها. طريقه بجد خفيفه وسهله جدا جدا، وما بتاخدش حاجه، ولا نسلق ولا نسبك لوحده ونعمل لوحده، كله هي في صينيه واحده كده زي الفل. ان شاء الله تكون سهله عليكم، تجربوها وقولوا رايكم فيها. بس هسيب المكرونه بتاعتي تستوى. احنا ممكن نضيف على فكره في الخطوات دي، ممكن نضيف فراخ، نضيف لحمه مفرومه زي ما انت حابه. بس انا بصراحه المره دي حبيت اعملها لكم مختلف عن المره اللي فاتت خالص عشان يبقى فيه تغيير. عايزه اقول لكم الريحه روعه بجد يعني. بس هسيبها تستوى وارجع وراها. عايزه بس اقول لكم لازم الصلصه بتاعتي تكون مغليه والميه تكون مغليه، ما ينفعش احطها بارده عشان المكرونه بتاعتي ما تعجنش. وكده حبايبي على ما المكرونه بتاعتي تستوي بقى نبتدي نحمر الكفته بتاعتنا. انا عندي هنا ضفت شويه زيت وحته زبده صغيره في قلبها، وهنرجع نشوف لما تسيح هنعمل فيها ايه. كده المكرونه بتاعتي بدات تدخل في السوا كده، نقلبها تقليبه بس كده بس، ونسيبها تتشرب خالص ونوطي عليها. كده هنبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. نبتدي نضيفها الاول كده في الدقيق بالشكل ده، وبعدين نضيفها في البيض. طريقه سهله جدا جدا. نشيلها كده من البيض، نحطها البقسماط والفيجيتار كده بالطريقه دي. بس نغلفها كده كويس بالطريقه دي، ونبتدي بقى نحطها في الزيت. طبعا الافضل لو انتي مش مستعجله تشيليها تاني تحطيها في الفريزر شويه، طبعا هتبقى افضل عشان تبقى متماسكه معايا كويس. الصراحه احنا مستعجلين على الاكل، وجوزي واقف جنبي عامل لي فضيحه. طبعا هو اللي بيساعدني عامل لي فضيحه عايز ياكل بسرعه. تمام كده نعملها كده بالطريقه دي زي ما قلنا كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين اصلا ترجعوها تاني، يعني تعملوا الخطوه اللي احنا بنعملها دي وترجعوها تاني نفس الخطوه تكرروها تاني عشان يعني تكثفوا الكفر بتاعها شويه، دي حاجه ترجع لكم طبعا. بس انا بصراحه هكتفي بكده بس النهارده كده بالشكل ده. وكده خلاص خلصنا الصوابع بتاعتنا كده بالطريقه دي. بصوا متماسكه معايا ازاي. طبعا زي ما قلت لكم لو اتحطت في التلاجة كمان هتبقى افضل. بس هنبتدي بقى نسخن الزيت بتاعنا كويس ونحطها في الزيت. وكده حبايبي خلاص الزيت بتاعي سخن كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نضيف الصوابع بتاعتنا كده، ما نقلبهاش خالص يا جماعه وهي طريه، لازم نسيبها تتماسك عشان نقدر نتحكم فيها. بس كده بالطريقه دي. وكده الكفته بتاعتي بدات تحمر معايا بالشكل ده. ابتدي اقلبها كده بقى، مجرد ما تتماسك كده اقلبها بالطريقه دي. نشوف هنعمل الكفته الثانيه ازاي مع بعض. وده كده حبايبي شكل الكفته اللي طلعت معايا بالشكل ده. شايفين شكلها روعه مقرقشه كده وطعمها جميل جدا. كده
حبايبي خلاص الزيت بتاعي والزبده سخنوا بالشكل ده. ابتدي اصور الكفته بتاعتي او كور الكفته بتاعتي بالطريقه دي. حبيت اعمل لكم طريقتين عشان الطريقه اللي تعجبكم فيها تجربوها. عايزه اقول لكم الاثنين بيبقوا احلى من بعض، وفي الاخر برضه هقول لكم انهي اللي احلى. طبعا عملتها كتير قبل كده، بس طبعا التتبيله والطعم بقى بيختلف من مره لمره. هكمل بقى الكميه دي وارجع لكم. كده خلاص ضفنا الكفته بتاعتنا كلها بالمنظر ده. هنبتدي بس تتمسك معايا تحت شويه، ما نحركوش خالص يا جماعه عشان ما تتهرش معايا، لازم تتمسك من تحت وبعد كده نقلبها براحتنا. نبتدي يا جماعه نقلب بالراحه كده بالطريقه دي عشان ما تتهرش معايا، طبعا لسه بتبقى طريه شويه كده بالشكل ده. معلش بقى جوزي كان بيتكلم جنبي. بصوا كده لونها بقى عامل ازاي. دي كده شكلها بعد ما خلصت، شكلها بجد تحفه وطعمها حلو جدا. وكده حبايبي شايفين شكل الكفته بتاعتنا روعه ازاي. يا رب تكون سهله عليكم. انا هنا جرنشتها ضفت عليها نقطتين كاتشب كده وكيس صغير مايونيز بالشكل ده عشان تدي شكل معايا حلو. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله وجربوها. ما تنسونيش بقى لايك وشير. السلام عليكم.